النهاردة هنعمل غدواية سهلة وبسيطة مش هتاخد مننا أي مجهود. مكوناتها موجودة في كل بيت والطعم فوق الوصف. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. أول حاجة عندي هجيب 2.5 كوباية رز مغسول كويس. كان عندي حتة لحمة بقالها يومين في التلاجة، قلت أقطعها وأنزلها في قلب الرز. هنزل عليهم ب2.5 كوباية لبن قد عدد كوبايات الرز لبن بالظبط، وهنزود عليهم كوباية شوربة عليها معلقة صغيرة ملح، وممكن كوباية مية وعليها مكعب مرقة. قلبت الملح كويس، هبدأ أنزل بيهم من غير ما أقلب ولا أعمل أي حاجة. وبعد كده هنزل بسمنة بلدي على الوش أو زبدة اللي متاح عندكم. أحاول أنزل بمعلقة بس أنا هوزعها، وعندي برضو معلقة كريمة لباني. وبس كده هندخلها في الفرن لمدة نص ساعة. وعقبال ما الرز يستوى هجيب بطاطستين وأقطعهم ترانشات بالشكل ده، وبعد كده هبدأ أنزل بيهم في مية مغلية. هنزل عليها بشوية ملح، وممكن أنزل بشوية كاري. الكاري هيدي لون وطعم للبطاطس ما حصلش. هنبدأ ننزل بالبطاطس واحدة واحدة. هسيبها بالظبط تغلي حوالي 3 أو 4 دقايق. أنا عايز البطاطس تكون نص سلقة بس، مش عايزها تبقى مهرية خالص ومش عايزها تبقى ناشفة. وفي نفس الوقت هبدأ أجيب الطاسة بتاعتي وهبدأ أنزل بحتة زبدة، شوية زيت. هبدأ أنزل بشرايح البانيه. شرايح البانيه زي ما احنا متعودين نقعها في ليمون كتير لمدة نص ساعة أو ساعة. هبدأ أنزل بيهم واحدة واحدة. هنزل عليها بشوية ملح، فلفل أسود، شوية بهارات. اقلبها على الوش التاني، وبرضه هتبل الوش التاني ملح وفلفل وبهارات. وعندي عود روزماري وحبة زعتر بقى. كده البطاطس خلصت، اطفي عليها واصفيها. اول ما تبدأ تاخد اللون دوت من على الجنبين ابدأ ارفعهم من على النار. وفي نفس الطاسة هنزل بحتة زبدة، وهنزل بفصين 3 توم مهروسين. هدي للتوم تحميرة خفيفة كده، وبعد كده هنزل عليهم باللبن. وبعد كده هنزل معلقتين دقيق واقلبهم لحد ما يختفوا تماما جوه اللبن. هنزل بقى برشة ملح خفيفة، شوية فلفل، وشوية بهارات. اقلب كله مع بعضه، وبعد كده هنزل بشوية بقدونس. هننزل بقى بشوية كريمة طبخ، لو ما عندناش ممكن كريمة بلدي عادي خالص. انا عندي كريمة بلدي اهي، مفيهاش اي مشكلة. الكلام ده كبير والريحة انا مش قادر. هقلب الكريمة لحد ما تدوب وبس كده، وارفعها من على النار. جبت الصينية، هبدأ انزل بالبطاطس الاول، وبعد كده هنزل بالفراخ. البطاطس لونها جنان وطعم الكاري فيها باين جدا. وبعد كده هنزل بالصوص اللي انا عملته. بعد كده هندخل الصينية في الفرن لمدة نص ساعة او تلت ساعة، واطلع الرز من جوه الفرن. وده شكل الرز في النهاية، وريحته جنان. احلى رز معمر ده ولا ايه؟ يلا بينا ندوق. بسم الله. تحفة جدا. هنطلع الصينية وهننزل شوية موتزاريلا، وارجعها الفرن تاني مع تشغيل الشواية. شكلها خطير خطير، وريحتها جايبة لآخر الشارع. بجد لو جربتوها هتعجبكم الوصفة دي. وبكده نكون خلصنا، ويلا بينا ندوق. بسم الله. يلا بينا ندوق. ايوه، يلا بينا ندوق. بسم الله. حلوة جدا. البطاطس كمان طعمها فوق الوصف. ندوق بقى الصوص مع الرز. شكله يفتح النفس، ريحته جبارة.
تحفه تحفه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت. اشوفكم في فيديو جديد.